قبل ما اكمل معاك لازم تعرف ان مفيش اي حاجه تبرر اللي انت عملته. وانا ما قدمتش اي مبررات، بالعكس. انا عارف ان ده غلط. صحيح ان القتل عقابه القتل، بس لازم ده يحصل من خلال قانون وفي العلن. بس الكلام ده بقى تقوليه لواحد عاقل. انت مجنون. انا ميت، ما عنديش مشاعر ولا ادراك للقانون. قتلوني وخدوا مني كل حاجه ممكن اكون عايش عشانها. ولما تاخد من واحد كل حاجه وتحاصره وما تسيبلوش اي مخرج او اي منفذ للضوء، ما تطلبش منه ابدا انه يعمل حساب لاي حاجه ولا يفكر بعقل. عقل. قالوها زمان، ما تتحداش واحد ما عندوش حاجه يخسرها، خصوصا لو انت ممكن تخسر كتير. طيب. ايه؟ الجلسه خلصت؟ لا، في حاجات عايزه افهمها. انا قلت لك كل الدوافع اللي عندي. غير الدوافع اللي عندك، في حاجات في القضيه انا عايزه افهمها. يعني مثلا طارق ليه كتب في ملف القضيه اللي عنده نمره تليفون البنت الوهميه اللي ما طلعتش شيرين؟ هو كان عارف ان انت هتشوف الملف ده بالذات؟ لا، طارق كتب اسمها عشان وائل يتصل بيها ويوصل لها، وبعد ما يعمل تحريات يتاكد انها كانت مخطوبه لابن اللواء سامي مش لطارق، ويقول لهم في الجهاز. وطبعا انت كنت هتعرف لو كان قال في الجهاز. اكيد. ولان المشيره ما عرفتش من الجهاز وعرفت من الملف، فهي اكتشفت الحقيقه، الخدعه اللي هو عملها. لحسن الحظ. وطارق طبعا ما كانش عنده اي مانع ان هو يضحي باللواء سامي. عشان ينقذ ابوه. بتلومه؟ ما فكرتش في الموضوع ده. يعني جايز يكون هو فكر ان اللواء سامي ده هدف بعيد وصعب، وانهم اكيد هيقبضوا عليا قبل ما اوصل له. وجايز ما يكونش فكر في الموضوع ده خالص. الناس ممكن تعمل حاجات كتير عشان خاطر اللي بيحبوه. قدام عينك مثال حي اهو، او يبان انه حي.